خلّيني أسألك سؤال، وأكيد مش مستني منّك إجابة، أنت تعبت من الطموح، صح؟ مش تعبت بمعنى إنّك بذلت مجهود كبير عشان توصل، لأ، تعبت منّه حرفيًا، حاسس إنّك طول الوقت بتجري حتى لمّا توصل لحاجة ما تلحقش تفرح وتلاقي نَفْسك بتبُص على اللي بعدها، كإن الطموح بقى زي سلِّم كهربا على شكل دايرة، تتحرّك عليه بس عمرك ما بتوصل لنهايته. لمّا بافكّر في موضوع الطموح ده بافتكر إن إحنا اتقال من وإحنا صغيّرين إن الطموح حاجة حلوة، هو كده فعلًا. بس ما حدش قال لنا إن الطموح ليه وشين، وش بيشدك لقدام، وش تاني بيضغط على صدرك وأنت صاحي أو وأنت نايم. في طموح بيخليك تصحى متحمس وعندك طاقة، في طموح بيخليك تصحى قلقان، أنت إزاي لسه ما بقيتش اللي المفروض تبقى عليه أو اللي الناس مستنياه منك. بس بيتهيألي إن أخطر نوع طموح هو طموح المقارنة، لما تبص حواليك أكتر ما تبص جواك. فلان سبق، علان وصل، واحد أصغر منك بسنين بقى في مكان أنت لسه بتحلم بيه. ساعتها الطموح ما بيبقاش حلم ولا طاقة تزقك لقدام، بيبقى عبارة عن عملية جلد ذات مستمرة، كأنك ماشي يعني ومعاك كرباج أو عصاية كل شوية تضرب نفسك بيه وتقول شد حيلك، انت متأخر كتير. وقتها بتملك منك إحساس معين ابن لذينة، إحساس إنك مهما عملت حاسس إنك مش كفاية، مش فاشل أيوة، بس مش راضي عن اللي حققته، ومش ضايع برضه، بس تايه ومش حاسس إنك وصلت. كأن في صوت جواك بيقولك انت واقف هنا تعمل ايه، لسه لسه قدام. الصوت ده أحيانا للأسف ما بيكونش صوتك، ده صوت توقعات اتزرعت جواك من ناس، من المجتمع، من زمن سريع ومتطلب. يمكن في اللحظة دي يا صاحبي العزيز الطموح ممكن يتحول لعلاقة سامة، يديك شوية أمل وبعدين يسحبهم منك تاني ويقولك لو وصلت الخطوة الجاية هترتاح، ولما توصل يقولك لأ، كمان خطوة. كأن الطموح اتحول لشخص ما بيعرفش يرضى. وهنا بتلاقي في سؤال بيفرض نفسه عليك، هو الطموح اللي مش بيخلص ده قوة، طاقة إضافية يعني، ولا استنزاف؟ ولما نحط فوق كل ده إن إحنا اتربينا بشكل ما إن الرضا معناه أو مرادف للاستسلام، بنكتشف قد إيه إن الموضوع أصعب وأصعب. مع إن يعني في الحقيقة الرضا أنا بشوف إن هو عملية كده بسيطة، إنك تقف لحظة وتبص وراك في حياتك اللي فاتت، تقول لنفسك ويكون باقتناع أنا تعبت لحد ما وصلت هنا، وده شيء مهم وله قيمة، مهم وله قيمة عندي أنا على الأقل حتى لو مش عند الناس أو اللي حواليا. يعني باحس إن المعنى الفعلي للرضا هو الشعرة الرفيّعة، الفرق البسيط بين إنك تبطّل تحلم، ده الرضا السلبي، وبين إنك ما تكرهش نفسك وأنت بتحاول توصل، تبقى راضي عن اللي أنت حققته، راضي عن مجهودك وأنت لسه بتحاول تطلع لقدّام. مهم يا صاحبي العزيز برضه لو حسيت بأي مشاعر من اللي اتكلمت عنها، تسأل نفسك سؤال، هل أنا طموح عشان باحب اللي باسعى ليه، والّا عشان خايف أبقى أقل من غيري؟ وممكن سؤال تاني، هل الطموح عندي بيقرّبني من نفسي والّا مخلّيني دايمًا حاسس إني متأخّر خطوة؟